عملتي استاذه ياسمين، عملتي للمره الخامسه، كل مره بتجيلنا بازار لميس، كل مره بتشتري حاجات جديده وجربت حاجاتنا وعجبتها، وكانت دايما بتبقى متردده، خايفه، كانت بتبقى خايفه قوي، واحنا نديها الثقه وبعدين تجرب الحاجه، اقول لها جربيها، لو في اي حاجه بترجع لنا تاني، فبترجع لنا تاني بريفيو حلو وكومنت حلو عن المنتجات. خدت الاول حاجات للشعر وللانبات، نفعت معاها وجابت نتائج عشان هي كانت منتجات اوريجينال من شركات ادويه معتمده وحاجات طبيه، فلقيت علاج كويس للشعر. بس باجي ما لهاش تاني الحاجه ازاي الشعر بتخلص تاني والاستيراد بس على وعد بتخلص بسرعه عشان الحاجات الدكتور على وعد ان هي على وعد ان شاء الله كل اللي هي عايزاه تاني. طبعا بنلاقي بدايل بقى، يعني بنلاقي بدايل يمكن برضو نتائجها حلوه ويمكن احسن كمان. خدت المره دي خدنا ايه بقى؟ قولي لي، احنا مش عايزين غير ايديكي بس، لا انت قولي، هي قولي مش عايزه تبان عشان انا هنسى كل هي مش عايزه تبان اصلا. بس انا عايزين صوتك بقى عن ريفيو عن الحاجات اللي خدتيها. الاول عن الاسعار في بازار لميس عامله ازاي؟ الاجواء في بازار لميس اخبارها ايه معاكي؟ لا الاجواء حلوه وما شاء الله الدنيا زحمه لدرجه ان انت بتروحي تتخبطي، يعني هو بس انا ببقى جايه الله اكبر من كتر ما الناس حابه لميس وحابه البازار وحابه تيجي. انا جايه بدور عليها، يعني جايه بدور على دكتور هبه، يعني رغم ان في قدام ما شاء الله، بس انا جايه بدور عليها لان انا عارفه ان الحاجه اللي انا عايزاها عندها. طبعا انا بصي، انا ممكن المنتجات دلوقتي لسه لما السيرم يعني بتاع النضاره بتاعت البشره فيتامين سي سيرم، ده بيبقى احنا بنقدم ان احنا بنكون خبراء تجميل، يعني ان نرشح لك المناسب لبشرتك. فالفيتامين سي ده حلو قوي للنضاره، وهي هتجربه وهتقول لي ريفيو حلو. انا بديهولها عشان عارفه ان هي هتديني ريفيو حلو واثقه. الغسول برده بتاع الفيتامين سي كمان، صبغه الشعر اللي هي الكريميه، لا تحفه بصراحه. انا شخصيا بستخدمها، فلو انا مش بستخدمها مش هرشح الصبغه دي، فعلا حلوه قوي. الفكره اللي فيها ان هي ما فيهاش امونيا. كمان بقى الماسكارات بقى والحاجات الميك اب بقى خلاص دخلنا فيها. احنا سكين كير وميك اب، او ميك اب ومنتجات التجميل كلها. ايوه والسيرم. بودره الصدر دي بديل الشامبو الطبيعيه دي، من غير ما تستخدمي شامبو فيه كيماويات. بودره الصدر دي حاجه كويسه قوي، فهي هتجربهم وتقول لي. وهقولها للدكتور على الصفحه بتاعتها. منى ادتك هديه ولا لسه؟ لا ادتني، لا منى ادتني الليب بالم هديه. من اي اوردر عندنا واي عميله قبل كده لازم تاخد هدايا او خصم. هي خدت هدايا وخصم. لا انا خدت الاثنين. انا خدت في مصداقيه يعني. لا اهم حاجه عارفه، ولو ما فيش خصومات والحاجه جودتها حلوه، حضرتك على طول بتيجي بازار لميس صح؟ الاجواء بتحبيها وبتلاقي هنا كل حاجه. لا حلوه، فرحي كانه بالظبط رايحه فرح، رايحه مناسبه. من الصبح تعالي يخرجي بالليل، بس هو في مشكله ان انت بتخرجي، يعني بتيجي بقبض، بتخرجي من غير فلوس. على فكره دي متعه، الواحد يروح بقبض من غير فلوس، دي برضه حاجه كويسه. يعني نورتينا ودايما